كنا عم نواجه كلب الحراسة اللي حطوا الاحتلال على مدى 50-60 سنة. اليوم نحن مضطرين نواجه الاحتلال نفسه. من وقت تحرير سوريا لهلا ما وقفت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، على أرضها وعلى شعبها. كل يوم في قصف، في محاولة توغل، في اعتداء إسرائيلي جديد من حكومة المجرم نتنياهو على الأراضي السورية. مستغلين الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها سوريا بعد التحرير. يعني شعب منهك من الحروب على مدى 14 سنة، بلد عم يعيش تحت الصفر، ما في أي مقوم من مقومات الحياة، مشافي، بنى تحتية، كله تحت الصفر. بالإضافة لحالة من الفساد، حالة بتعرف وضع سوريا كيف، حالة من العقوبات المفروضة عليها اللي عم تعيق أي محاولة للبناء أو أي محاولة للوقوف على أقدامنا. عم نحاول نتحداها، عم نحاول نكابر على كل شيء ونوقف لنقول إنه بدنا نبني هذا البلد. عم نواجه كل يوم اعتداءات إسرائيلية جديدة بجنوب سوريا. كان آخر هاي الاعتداءات هو محاولة التوغل الإسرائيلي بوادي اليرموك اليوم بقرية كويا بريف درعا، واللي أدت مع الأسف لاستشهاد 7 من المدنيين من أهلنا وإخوتنا بدرعا، وإصابة آخرين، وتهجير عدد من العوائل من وادي اليرموك بدرعا. مع الأسف هاي الاعتداءات مستمرة، ومع الأسف في صمت كتير كبير من المجتمع الدولي. وهنا بدي أوجه رسائل. أول شيء بدي أوجه رسائل للاحتلال الإسرائيلي، لحكومة المجرم نتنياهو اللي عم تحاول تستغل الظروف اللي عم تمر فيها سوريا، وتحاول تستغل الوقت، لأنه بتعرفوا الوضع الإسرائيلي وبتعرفوا كيف أنه نتنياهو مصيره راح يكون السجن بعد انتهاء حكومته. فعم يحاول أنه يصنع أي نصر وهمي، ولو كان على حساب الدماء اللي صارت بداية بغزة وانتهاء باللي عم بيصير بسوريا اليوم. لهيك أنا بدي أقول بأنه نحن شعب ما بقى عنا شيء نخسره. واجهنا وقهرنا كلب الحراسة تبعكم اللي كان مدعوم إيرانيا وروسيا، استطعنا أن نقهره 14 سنة. أنتوا كنتوا الضامن الوحيد، وأنتوا كنتوا المثبت الوحيد لحكم الأسد بسوريا، ومع هالشيء قدرنا أنه نكسره. نحن شعب ما بننكسر، نحن شعب ملايين ما بننكسر. مستعدين هلأ إذا انفرضت علينا معركة جديدة أنه نخوضها. كنا عم نحاول نقول بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بأمان، بدنا نبني هذا البلد، بس يبدو أنه المجتمع الدولي وبداية إسرائيل وداعمنا ما بدهم إيانا نعيش بسلام، ما بدهم إيانا نعمر هذا البلد. لهيك عم يحاولوا يستغلوا ويتوغلوا. هاي أرض سورية ممنوع حدا يتجاوزها أو يتوغل فيها. وأنا هون عم أحكي باسمي وباسم السوريين كلهم، بأنه نحن ما عندنا مشكلة أبدا نخوض معارك تاني مثل ما قهرنا نظام الأسد وحلفاء الروس والإيرانيين. عندنا مستعدين نموت ونحن عم ندافع عن أراضينا. نحن شعب بحب هاي الأرض، نحن شعب ضحى مشان يحرر أرضه. فما مستعد هلأ أبدا أنه يتنازل أو أنه يسكت عن أي